هو الزمالك إضافة لأي إنسان، يعني الزمالك أضاف إلي، تمام. ولكن بالنسبة للنقطة دي تحديدا أنا يكفيني فخرا وشرفا مكالمة الكابتن تامر عبد الحميد دونجا، أحد صناع التاريخ في نادي الزمالك، وأحد اللاعبين اللي أسهموا وأنجزوا في نهائيات قارية كبرى مع نادي الزمالك، وكان صمام أمان في فريق نادي الزمالك. وقال لي شيخ أحمد أنت أصبحت محفور في قلوب جماهير نادي الزمالك ولن ننساك أبدا. فالكلمة دي أسعدتني وأشعرتني أني أنا يعني من الداعمين الإيجابيين لشعبية وجماهيرية نادي الزمالك. والجماهير برضو دعمتك يا عم الشيخ في المدرجات. جمهور نادي الزمالك جمهور وفي وجمهور مساند ودعم إيجابي دايما، ووجوده بيعبر عن هويته الوطنية وعن كرامته واحترامه. فجمهور نادي الزمالك له مني كل الاحترام والتقدير، وخصوصا ان قال سمعنا يا شيخ الحدوته. يعني كفايه في مباراه سموحه، والفيديوهات دي هتشوفوها يعني، وهم بيهتفوا سمعنا يا شيخ الحدوته. فدي اسعدتني جدا 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 يعني.